مانشستر سيتي يفوز على أرسنال وينتزع منه صدارة الدوري الإنجليزي بعد ما أرسنال فضل محافظ عليه لمدة 23 جولة. وأنا بصراحة كنت شايف أرسنال لازما يخسر، لازما يتعاقب بأي شكل من الأشكال قدام مانشستر سيتي النهاردة، لأن المباريات الكبيرة اللي زي كده، المباريات الحاسمة، ممكن تقول كمان المعارك الكروية اللي زي كده على صدارة الدوري زي الدوري الإنجليزي، ما ينفعش تغلط، الغلط فيها ممنوع، لازما تحافظ على تركيزك لمدة 90 دقيقة. وطبعا ارسنال كان عنده مشكلة كبيرة جدا في الرباعي بتاعه في خط الدفاع، سواء تومياسو ولا جابرييل ولا صليبا ولا حتى زينتشينكو. اول ما مانشستر سيتي بيضغط عليهم ضغط قوي على طول بيتوتروا، على طول بيخطئوا اخطاء كارثية. وده اللي حصل في الهدف الاولاني بتاع دي بروين في الدقيقة 25. اول ما جراليتش ضغط بقوة على تومياسو على طول اتوتر وعمل خطأ كارثي، واستغله طبعا دي بروين بيحرز الهدف الاول للسيتي في الدقيقة 25. نفس الكلام في الهدف الثاني بتاع جراليتش في الشوط الثاني، وهو ارسنال بيبني الهجمه واللعيبه بتاعته مندفع هجوميا في نص ملعب السيتي. جابرييل بيخطأ خطأ كارثي وبيعمل ميس باس، بيستغله السيتي بكونتر اتاك وبيحرز بيه الهدف الثاني. نفس الكلام في خطأ جابرييل في ضربه الجزاء بتاعه هالاند اللي اتحسبت تسلل، لكن طبعا هالاند اول ما ضغط على جابرييل ضغط قوي غلطه، قدر ان هو يتحرك من وراه لان هو يعرقله ويعمل معاه ضربه جزاء. لكن من حسن حظ بقى ارسنال ومن حسن حظ اكتر جابرييل الكوره كانت تسلل على هالاند. نفس الكلام في الفرصه بتاعه هالاند في الشوط الثاني والخطا بتاع زينتشينكو، اول ما برناردو سيلفا ضغط على زينتشينكو قدر ان هو يغلطه وقدر ان هو يخليه يعمل ميس باس في منطقه الجزاء بتاعه ارسنال، كان ممكن يستغلها مانشستر سيتي ويسجل الهدف الثالث. فما ينفعش باي شكل من الاشكال في المباريات الكبيره اللي زي كده، في المباريات الحاسمه قدام فرقه بحجم مانشستر سيتي، تخطئ الاخطاء الكارثيه دي. فلازم تخسر ولازم تتعاقب ولازم تخسر النهارده صداره الدوري الانجليزي قدام مانشستر سيتي. وده اللي كان فاهمه جدا جوارديولا لما طلع رياض محرز ونزل اكانجي. ممكن بعض الناس تشوف ان دوت تغيير دفاعي من جوارديولا، ولكن دوت مش تغيير دفاعي خالص من جوارديولا، ولكن هو تصحيح لاوضاع مانشستر سيتي في الشوط الثاني، لان برناردو سيلفا طبعا مش مدافع وهو بدأ بيه المباراة كجناح شمال، فمش حتته ومش مكانه، مش هيعرف يدافع بشكل كويس. فحب جوارديولا في الشوط الثاني ان هو يصحح الاخطاء، فراح منزل اكانجي جنب روبن دياز وراح مرجع اكي ناحية الشمال، مدافع بقى يلعب ناحية الشمال، يعرف امتى يقف كويس، امتى يغطي، امتى يضغط على المنافس، امتى يستخلص الكرة، ومش هيعمل اخطاء كبيرة زي برناردو سيلفا اللي مش حتته واللي مش مكانه. فطبعا جوارديولا عمل كده في الشوط الثاني عشان مش عاوز اخطاء كارثيه ممكن تكلفه المباراه النهارده قدام ارسنال وتكلفه صداره الدوري الانجليزي. وطبعا على الرغم ان ارسنال كان بدا المباراه بشكل كويس جدا وكان افضل من السيتي فترات طويله جدا في المباراه، ولكن طبعا الاخطاء الكارثيه من خط دفاعه النهارده قدام مانشستر سيتي كلفته المباراه وكلفته صداره الدوري الانجليزي قدام جوارديولا وقدام مانشستر سيتي.